السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي، كنتمنى تكونوا في صحة جيدة والفيديو ديالي يلقاكم وانتم في أحسن الأحوال. إلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ديالي، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. على بركة الله، اليوم اختاريت نحضر معكم طورطة باردة، طورطة الأناناس والبنان والتفاح. على بركة الله نبداو في طريقة التحضير. اللي غنحتاجو ليها بيضة واحدة كنطربوها، كنضيف ليها كاس ديال سكر سنيده. انا هنا عبرت بالكاس ديال العنبه. كنطربوهم مزيان. كنضيف ليها كاس ديال الليمون. كنطربوهم مزيان، وغادي نضيف كاس ديال الزيت. كنطربو الزيت حتى تنسجم مع الخليط كما كتشوفوا. هنا غادي نضيف النكهه ديال الفاني. اللي ما عندوش النكهه ديال الفاني بامكانه يستبدلها بساشي ديال الفاني. غادي نطربوهم. وغادي نضيف كاس ديال الطحين. كنطربو الطحين ديالنا باش ما يتكونوش لينا دوك الكريات ديال الطحين. طربوهم مزيان. وكنضيف ربع كأس ديال الطحين. هنايا كتشوفوا على حسب الطحين اللي عندكم، حيت كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. هنا العجينه، الخليط ديال الكيك ديالنا خصو يجي شويه جاري باش الكيكه تكون خفيفه. هنا عندي واحد الساشي ديال خميره الحلويات. غادي نطربه مزيان باش تدخل مع الخليط. هنا عندي مول ديال الزاج اللي كنكون داهناه بالزبده ورشه عليه رشه ديال الطحين. كنكبو الخليط ديالنا كما كتشوفوا، وغادي ندخلوها الفران طيب على عافيه نهيله. في هذا الاثناء غادي نوجد كاس ديال الليمون او كاس ونصف ديال الليمون. كنضيف ليه 3 المعالق ديال سنيده او 2 المعالق على حسب الذوق. هنا عندي واحد الساشي ديال الفلون فاني. هنا ما لقيتش انا فلون ديال البنان. كنطربهم مزيان. كنديرهم فوق النار. كنخليه فوق النار تطلع عليه الغليه وكنطفي عليه كما كتشوفوا. هنا عندي نص لتر ديال الحليب. غادي نوجد كريم باتيسير اللي غنحتاجو ليها نص لتر حليب. وغادي نضيف 3 المعالق ديال سكر سنيده. وغادي نضيف 2 معالق ديال بودره كريم باتيسير. هنا عنايا معلقه كبيره. غادي نطربوها مزيان وغادي نديروها فوق النار وتكون على عافيه نهيله وحنا كنخلطوها. كما كتعرفوا كريم باتيسير ما خصناش نوقفوا من التراب فوق العافيه حيت كتلصق. كما كتشوفوا هي بدات كتعقد كريم باتيسير.
هنا ها هو الكيك ديالي بعد ما خرجته من الفران كيجي هشيش. غادي نسقيه بالليمون والسكر، يعني وبامكانكم انكم تسقيوه بالماء والسنيده اولا بالحليب، مهم اللي كان عندكم. هنا غادي نطفي على كريم باتيسير، غادي نجيبو كريم باتيسير غادي نديروها فوق الكيك ديالنا. كما كتشوفوا انا خليتها شويه جاريه، ملي كنخليوها شويه جاريه كتجي كريم باتيسير خفيفه. نبسطها فوق الكيك. هنا اختاريت نزينها بالاناناس والبنان والتفاح. هنا غادي نبدا نزينها بالاناناس كما كتشوفوا، وكل واحد على حسب طريقه التزيين ديالو. وتقدروا تستعملوا اي فاكهه عندكم موجوده في الدار، ماشي ضروري الاناناس ولا اي فاكهه. ودابا غادي نزينها بالتفاح كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي ندير البنان، غادي نحاول نعمر به دوك الفراغات كما كتشوفوا. كما كتشوفوا انا زينتها بحبات ديال الماندالين كما كتشوفوا. دابا غادي نجيب الخليط ديال الليمون اللي كنا صاوبنا، الليمون والفلون، غادي نغطيو به الديسير ديالنا من الفوق. كيف كتشوفوا انا هنا غطيت الفاكهه ديالي وغادي نديرها في الثلاجه تبرد ونتلاقاو من بعد. وهذه هي الكيكه ديالي او الطورطه كما كتشوفوا. غنقطعها لكم تشوفوها كي كتجي من الداخل. كما كتشوفوا هي الطورطه ديالتي، الكيك ديالها كيجي هشيش حتى هي كتجي زوينه. نتمنى انكم تجربوها وبصحه.